الراجل كان لسه راجع من الشغل. اول ما دخل البيت شاف اخته قاعده على الارض بتعيط. سالها مالك؟ قالت له ان السبب هو ويليام حبيبها اللي بتحبه بجد، لكن اهل ويليام فصلوهم عن بعض. الراجل بصلها بثقه وقالها ما تخافيش، انا هخليكي تتجوزي ويليام غصب عن الكل. بس اخته كانت متردده لانها عارفه ان ويليام ابن مليونير عنده عشرات الملايين، وهي مجرد بنت بسيطه شغاله في الحاره. اهل ويليام كانوا شايفينها اقل منهم بكتير. اللي ما يعرفوش ان اخوها كان معاه كارت بنكي فخم هديه تخرج من استاذه. الكارت ده ممكن يتحول لثروه توصل ل 100 مليون دولار. بعدها بفتره قصيره الراجل خد اخته وراحوا بيت ويليام. ويليام اول ما شافهم فرح جدا، لكن ابوه وامه اتضايقوا بشده. حتى مع وجود الاخ كانوا لسه شايفينهم ناس غلابه. الاب قال للاخ اطلع بره، بس الراجل رد بهدوء وقال لو وافقتوا ويليام يتجوز اختي اقدر احقق اي شرط تطلبوه. الام ضحكت باستهزاء وقالت له يا جاهل، انت حتى ما عندكش تمن هدومنا، وسخرت منه هو واخته. بس ويليام ما كانش فارق معاه كل ده، وقال لاهله انا بحبها وهتجوزها سواء غنيه او فقيره. الاب غضبه وصفعه بالقلم وامر الخدم يقفلوا عليه الاوضه. ويليام كان حزين ومقهور، بس ما قدرش يعصي اوامر ابوه. بعد شويه زارتهم ست عجوز. اهل ويليام اول ما شافوها اتبدلوا 180 درجه، من الغرور للتواضع والتلحين بالكلام. الست دي كانت رئيسه شركه كبيره اسمها شركه بي، والتانيه على مستوى الدوله في الثراء. حفيدتها انا كانت معجبه بويليام جدا وجايه مخصوص تطلب ايده ليها، رغم انهم عارفين ان ويليام مش بيحب انا، بس وافقوا عشان المصلحه واتفقوا يعملوا حفله خطوبه بعد 3 ايام. في الوقت ده الراجل اخو البنت دخل بثقه وطلع الكارت البنكي الفخم، وقبل ما يتكلم انا اتقدمت وسخرت من اخته وقالت مش كفايه جايين من الحاره وجايين تعملوا فيها اغنيه؟ ده الكارت ده يمكن ما فيهوش مليون دولار. الراجل اتعصب ودفعها بايده. ويليام ابوه امر الحراس يطردوه.